سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في سهل رخيص وبنين. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال واحد الطبق اللي هو اصلاح العشاء، سهل وسريع واقتصادي. غادي يكون بالمكونات اللي كتشاط علينا في الاخر ديال السيمانه في الثلاجه، فانا استغليتهم ودرت بهم هذا الطبق هذا. نتمنى تعجبكم الفكره. ندوزو للطريقه. المقادير بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاج المتبقي عندنا في الثلاجه. عندي شويه تاع الفلفله حمراء، شويه الفلفله خضراء، وشويه الفلفله صفراء اللي قطعتهم مربعات صغيره. عندي واحد البصله اللي قطعتها حتى هي طريفات صغيره. عندي جزره اللي حكيتها، وعندي حبه ديال البطاطا حتى هي قطعتها طريفات صغار. عندي شويه تاع الكفته كيبقى على حسب متوفر عند كل واحد. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الرز، ضرس ديال الثومه، شويه ديال الزيت، ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملح. غنحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الطماطم معلبه فور طبيعي. غنحط واحد المقله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت. غندير فيها نصف الكميه ديال البصله، هاد الضرس ديال الثومه، غادي نزيد عليها شويه تاع الملحه، الفلفله، غادي نزيد الجزر، غادي نزيد البطاطس، غادي نزيد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الفلفله حمراء. اللي كيبغي شويه د الحار ممكن انه يزيد فلفله حمراء حاره. من بعد ما تشحرت الخضره دابا غادي نزيد عليها الكفته. انا عندي الكفته جامده، وغادي نخليها تشحر مع بعضياتها. في الوقت اللي الكفته كتشحر مع الخضره غادي ناخذ واحد المقله اخرى واحده اخرى. غادي ندير شويه ديال الزيت، غادي ندير 2 كيسان ديال الرز، انا كنعبر بهذا الكاس هذا، كيبقى على حسب كل واحد شحال بغى ديال الرز. نزيد عليه شويه تاع الملح وشويه ديال الابزار. ومن بعد ما تشحر الرز في الزيت غادي نخوي عليه 4 ديال الكيسان ديال الماطي، يعني كل كاس ديال الرز 2 كيسان ديال الماء. ودابا غادي نخليه حتى يبان لي الرز شرب الماء ديالو، ماشي يشربوه في مره، لا يبقى شويه فاسد وغادي نحيدو. دابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الطماطم المعلبه. دابا في واحد المقله صغيره غندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير معاه البصله، ندير لها شويه ديال الملحه، ودابا غادي نخليها تشحر شويه حتى طيح. ما تحرات البصله طفيت عليها البوطه، وغادي نزيد عليها كاس ديال الياغورت طبيعي. ممكن تستعملوا الجبن الا بغيتو، انا فضلت ندير ياغورت طبيعي. اول حاجه غادي ندير واحد الطبقه من الرز. كي قلت لكم الرز واخا شرب الماء ديالو مازال شويه فازك، يعني ماشي ناشف بمره.
غادي ندير نصف الكميه هنا. غادي نزيد عليها هاد الصلصه اللي درنا هنايا بالخضار والكفته. ممكن ديروا الجبن، انا فضلت نديرها بلا جبن. وغادي نديروا الرز عاوتاني فوق منها مره اخرى. ودابا غناخذ هاد الصلصه هذه اللي درت هنا وغادي نخويها من الفوق. غادي نوزعها على الطبق كامل. دابا غادي نزينها بشويه تاع فلفله حمراء. دابا غادي ندخلها الفرن حتى تبان ليا تحمر الوجه ديالها ونخرجها. هكذا غادي يكون هذا هو الطبق ديالنا من بعد ما خرج من الفران. نتمنى تكون عجبتكم الفكره، ما تنساوش الاشتراك في القناه والى اللقاء.